ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. جالي سؤال النهارده، ازاي هننظم وقتنا في رمضان؟ هو سؤال سابق لاوانه، ولكن انا هجاوبه عشان الناس اللي سالت فيه كتير جدا. رمضان طبعا بينقسم لجزئين، في ناس بتحب تذاكر من الصبح وفي ناس بتحب تذاكر من بالليل. الناس اللي بتذاكر من الصبح هتصلي الفجر وتبدا تذاكر ساعتين ثلاثه، ولو اليوم اللي هتروح الكليه خلاص تذاكر بعد ما تيجي. الناس اللي بتذاكر بالليل، وانا كنت من ضمن الناس اللي هي بتعمل كده، ما اقدرش اذاكر في الصيام ولا اعمل مجهود في الصيام اصلا خالص. انا برجح الصيام في وقته عادي. الصلاة بعدها هنلاقي فترة من 10 ل2، ده الوقت الفاضي ولحد ما الذهن بيكون صافي ان انت تقدر تذاكر. كام ساعة تكفي في وقت رمضان؟ هتكفي تقريبا 3 ساعات، كويس جدا بالنسبة لوقت رمضان. طبعا احنا هنعمل جدول قبل رمضان، هيبقى قدامنا 3 اسابيع عشان نقدر ننظم المنهج، او على الاقل نذاكر منه 3/4. ليه؟ لان الوقت بيبقى مضغوط في رمضان غصب عننا، مش بيبقى عندنا امكانيات ان احنا نقدر نذاكر في الصيام او في السحور او يعني بيبقى الوقت مضغوط عامه. تمام، ماشي. طيب بالنسبه لوقت الامتحانات، اكيد غالبا هتبقى بعد ان شاء الله بعد العيد الصغير، غالبا هتكون بعدها باسبوعين بكتير قوي ونبدا الامتحانات. ده مبدئيا كده وقت رمضان ان شاء الله نبدا نحط خطه تفصيليه لكل فرقه تذاكر ايه وتعمل ايه لما الكتب تنزل. اشوفكم على خير، سلام.